بتبدأ الأحداث في منتجع سياحي في الجبال مع العم هيو، وبيبقى مالك المنتجع ده وبيجيله تحذيرات بالخروج من المكان وإنه يبيعه علشان مش مهتم بيه، وده لأنه مصاب بالسرطان. بس بنشوف إن هيو بيركز إنه يوضب المكان كده توضيبة جميلة في استقبال بنته واللي ما شافهاش من كذا سنة، بس بعت لها دعوة إنها تيجي المنتجع ده. ولما بيرجع مكتبه بيشوف الصورة بتاعتها هي والدتها جيني، وبيبقى مفتقدهم جدا. وعلى الناحية التانية بنبقى في المدينة، وتحديدا يوم راس السنة. بتبقى ميج بنت هيو بتحتفل في بيتها مع زمايلها من الشغل، وبتيجي صديقتها لانا من السفر، وده لأن شغلها في البرتغال، وبتسلم على ميج وزمايلها وبتسيبهم وتمشي. بتروح ميج وراها وبتقول لها كنت بلغيني قبل ما تيجي، وتتضايق لانا من طريقتها وبتطلع تنام. وبنشوف هيو بيبقى باين عليه انه تعبان جدا، والتعب بيشد عليه جامد وبيبقى نفسه يعيش كمان يومين. وبتطلع ميج علشان تنام بس ما بتعرفش، وبتكون بتفكر في السفرية اللي هتروحها علشان تشوف باباها، وبتجرب تتصل عليه علشان تعتذر له. بس هيو بيكون بيتكلم مع الآنسة وينز وبيقول لها انه نظف المكان وجاهز لزيارتها علشان تعين المنتجع للبنك ويثبت انه صالح للعيش جواه. وبتلاقي ميج ان باباها ما بيردش، وبترجع علشان تنام، وبتقلق لانا وبتصحيها وبتعتذر لها على طريقتها النهارده. بس هي ما حبتش تعلن عن علاقتهم قدام الناس، اكمن يعني مش جاهزه وكده، وبتسيبها لانا وبتنام. وبيتفق هيو ان الآنسة وينز تيجي تشوف المكان بكرة، وبيقفل معاها. وبيبقى بيعمل كل ده علشان يوفر فلوس لبنته ميج، وبيبقى مفتقدها جدا. وبيروح بالعربية بتاعته للبيت اللي حجزه لها، وبيحط فيه الورد والمشروبات وبيجهزه علشان لما تيجي تلاقي المكان نظيف. وبيبقى في طريقهم للمنتجع عصابة رئيسها جيمي ومعاه 3 أشخاص تانيين، رومان وكودي ودوك. وبيبقى هدف جيمي انه ياخد الفلوس اللي مع هيو لانه نصب عليهم في فلوس العملية اللي كانوا مشاركين بعض فيها. ولما بيوصلوا بيشوفهم هيو وبيعرف انه في مشكلة وبيهرب بسرعة. وبتطلع العصابة من العربية، وبيقول جيمي لكودي انه يظبط نفسه كده في العملية دي وما يبوظهاش زي المرة اللي فاتت. وبينزل هيو يكتب رسالة بسرعة لبنته ميج، وبياخد شنطة الفلوس وبيطلع من الباب الخلفي، وبيروح يحط الكارت في المكان قريب من البيت اللي هتنزل فيه ميج، وبيسيب لها عصفورة خشب علشان ده هيبقى الدليل زي ما كان بيلعب معاها وهي صغيرة. وبيشوف جيمي ان المكان شكله متبهدل، معنى كده ان هيو شافهم وهم جايين، وبيبلغ رومان انه يدور في المنتجع كله لانه لسه في المكان ممشيش. وبيدخل هيو للجراج وبيعين الفلوس جواه. وبيبقى في الوقت ده ميج ولانا بيجهزوا شنطتهم والحاجة اللي هياخدوها طبعا علشان السفرية بتاعتهم، وبتديها لانا جهاز تتبع للتليفون علشان بتنساه في كل حتة زي السفرية اللي فاتت. وبتشكرها ميج لانها اصلا نسيت تليفونها وهو قدامها. وبتروح ميج لأوضتها تاخد السكينة بتاعتها والدواء المهدئ علشان الاحتياط برضو، وبياخدوا شنطتهم وبيتحركوا. وبيشوف رومان دوك داخل المستودع، وبيلاحظ ان هيو داخل وراه، وبيروح ينادي لجيمي بسرعة علشان يلحقوه. وبيبقى جيمي بيهزق كودي وبيقوله انت ما بتعملش اللي بقولك عليه ليه، وكمان عايزنا نمشي ونسيب الفلوس هنا؟ ما انت شايف ان عربيته هنا، يعني اكيد لسه في المنتجع ممشيش. وبيروح هيو ورا دوك وبيبقى معاه حبل وبيخنقه وبيقدر انه يموته كمان. وبيدخل جيمي ورومان وكودي وبيعرفوا جيمي انه قتل واحد من رجالته وانه هيعذبه جامد. وبتوصل ميج ولانا لمحل قريب من المنتجع، وبتقول ميج ان هي مش جاهزة تقابل باباها دلوقتي، وخصوصا انه كان حرامي وبيسرق بنوك وبتاع، وانا مش عايزه اورطك معايا. بس لانا الغلبانه بتبقى راضيه باللي هي فيه وبتشجعها انهم يقابلوه. وفي الوقت اللي بيبقى جيمي بيعذب فيه هيو بيسالوا جيمي ليه لما طالب منه يستنى بالفلوس بعد العمليه علشان يقسموها سوا ما استناش وطمع وخد الفلوس ليه لوحده، وانه بسبب الحركه دي اتسجن. وبيرد هيو انه استنى بس هو اللي ما ظهرش. وبيشوف جيمي صورة في جيب هيو لبنته ميج، وبيهدده انه لو ما اتكلمش هيعمل حاجات وحشة في بنته. وبيبقى هيو مش عايز يتكلم برضه، فبيخلع منه اسنانه. وبيبقى باين على هيو ان المرض شد عليه، وبيطلب كودي منه انهم يسيبوه لانه كده كده هيموت لوحده. وبياخدوه فعلا علشان يسيبوه يموت من البرد. واول ما بيتكلم معاه جيمي بيلاقيه مات، وده بيعصبه لانه ملحقش يعرف الفلوس فين، فبيضرب جثته بالنار. وبتبقى ميج ولانا في الطريق للمنتجع وبيبقوا مبسوطين انهم يقضوا وقت سوا.
بعيد عن الشغل والضغوط. وبتدخل العصابة للمنتجع وبيتكلم كودي مع جيمي، بس جيمي بيبقى متعصب وبيضربه وبيحذره لو اتكلم تاني هيموته. وبتكون لانا وميج وصلوا للبيت اللي هيقعدوا فيه وبيدخلوا حاجتهم جوه. وبتلاحظ لانا ان البيت متنضف وكمان في ورد، وبتعرفها ان باباها مهتم بالتفاصيل جدا، وعشان كده لانا بتقول لها ان لازم يروحوا يشوفوا باباها دلوقتي. وبيشوف رومان ان في عربية جاية على المنتجع، وبيشوف بنتين، ولما بيسألهم بتعرفوا ميج انها بنت هيو، وده بيفرحه وبيتكلم معاهم بغرابة كده. فبتحس ميج بالقلق وبتاخد لانا وبتدخل جوه. وبيقابلهم جيمي وبقية العصابة، وبيعرفها جيمي انه صديق باباها من زمان وانه سمع عنها كتير، وبيعرف ان ميج ولانا اصحاب وبيعملوا كل حاجة مع بعض. فبيتريق عليهم، ولما بيحاولوا يمشوا بيمنعهم كودي وبيعرض عليهم جيمي مشروب، وبتبقى ميج مش عارفة هم عاوزين منها ايه، وبيهددها جيمي انها لو ما اتكلمتش وقالت الفلوس فين هيقتلها. وبيبتدوا انهم يسحبوهم وبيهددوهم بالقتل. وبتسألهم ميج على باباها وبيعرفوها انه اتقتل، وبيجيب كودي حبل وبيكتفهم بيه. وبيتكلم جيمي مع ميج عن حياتها وانها اتخلت عن باباها سنين، ايه اللي رجعها دلوقتي، وان اكيد هي عارفة مكان الفلوس. وبتشتمه ميج وده بيعصب جيمي وبيبقى هيقتلها. وبيشوف رومان عربية الآنسة وينز وبيدخل يبلغ جيمي بسرعة ان في حد بره. بيكون جيمي عرف ميج ان باباها كان مصاب بالسرطان وانه مات من المرض، وده بيأثر في ميج جدا وبتحس بالندم. ولما بيعرف جيمي ان في حد بره بيطلع يقابلها وبيسألها هي مين، وبتعرفه انها الآنسة وينز اللي اتكلمت معاه امبارح، وبيقول لها انه مش فاكر. وبتعرفه انها هنا عشان تعاين المكان عشان البنك، ولازم تاخد جولة حوالين المنتجع. وبيقول لها طبعا بس هيدخل ثواني وجاي. وبيبقى رومان بيحذر كودي انه ينجذب للبنات او يبوظ خطتهم، وده طبعا علشان هو ما كانش موافق عليه من الاول انه يشارك معاهم. وبيجي جيمي وبيطلب من رومان انه يعطل عربياتهم اللي بره، وبيخرج يقابل الآنسة وينز علشان الجولة. وبيخرج رومان وبيعطل العربيات، وبيبقى كودي مع ميج ولانا. وبتقول ميج لانا انها معاها سكينة في جيبها تاخدها وتضربه بيها. ولما كودي بيحس بحركة بيقرب عليهم وبتضربه لانا وبيطلعوا يجروا وبيروحوا يستخبوا في المغسلة. وبيبقى كودي بيدور عليهم، وبتحاول لانا ما تعملش صوت لانها خايفة جدا وبتهديها ميج. وبيتفاجئ رومان من كودي انه فشل زي ما هو متوقع، وبيقوله انت ما بتنجحش في حاجة خالص. وهما بيتكلموا بتطلع ميج ولانا علشان يلاقوا أوضة بتتفتح بالمفتاح اللي معاهم، وبيقرب عليهم رومان وكودي وبيلاقوا أوضة فعلا وبيقفلوا على نفسهم. وبيقدر رومان انه يكسر الباب وبيدخل، وبتنط ميج من الشباك بس لانا ما بتقدرش. وبتسمع الآنسة وينز صوت صريخ وبتبقى قلقانة، وبيقولها جيمي ان الصوت ده مش من عندهم وانهم في مكان مقطوع، فاكيد بيبقى فيه اصوات غريبة. وكودي بيطلع يجري ورا ميج في الغابة، ورومان بياخد لانا معاه. وبتبقى ميج بتهرب من كودي في الغابة وبيضرب عليها نار، وبتسمع الآنسة وينز صوت النار، وبيضطر جيمي انه يخلص منها. وبيقولها ان حظها وحش انها جت في الوقت ده وبيموتها. وبتكون ميج هربت في جراج العربيات، وبيدخل كودي وراها وبيلاقيها وبيمسكها. وبيبقى رومان مع لانا وبتبقى قلقانة جدا وخايفة منه، وبيقول لها انه هيعملها بالطريقة الصح. وبيقرب منها كده وبتبقى خايفة وبتضربه بالإزازة اللي معاها وبتطلع تجري. وبيبقى كودي واخد ميج للمنتجع تاني وبتغفله وبتوقعه على الأرض. ولما بتجري منه تليفونها بيقع، وبتكون لانا بتهرب من رومان وبتدخل المطبخ وبيضحك علشان مفيش حد هينقذها المرة دي. بس ميج بتسمع صرختها وبتروح له المطبخ وبتحاول تبعد رومان عن لانا، بس رومان بيخبطها وبيرجع يكمل مع لانا. بس ميج بترجع وبتخبطه بالمقص وبتقتله. ولما بيوصل جيمي وكودي وبيلاقوا رومان مقتول بيبقوا متضايقين جدا وبيطلعوا يدوروا عليهم. وبتبقى لانا منهارة وبتهديها ميج انهم هيخرجوا من هنا، وبتقول لانا انهم عشان يخرجوا لازم يقتلوهم. وبيقرروا ان واحدة تجيب المخدر من العربية والتانية تجيب التليفون. وبتطلع ميج تجري وبيروح وراها كودي، وبتقدر تاخد الحبوب من العربية وبيبقى معاها جهاز التتبع وبتضغط عليه فبيبعد عنها كودي. ولما بيشوف الصوت جاي منين بيبقى التليفون بتاع ميج، وجيمي بيجري ورا لانا وبيقدر يوصل لها وبياخدها معاه للمخزن. وبتبقى ميج دخلت المنتجع وبتحط المخدر في العصير. ولما بيدخل كودي بتقوله انها بتستسلم وبتقرب منه، وبتبقى دي خطة منها علشان تقدر انها تخدره.
وبيبقى باين عليه اثر المخدر، ولما بتشوفه كده بتطلع تجري تدور على لانا، وبيبقى جيمي بيضربها وبيعذبها وبيعرفها كمان انهم هيموتوهم هنا ومحدش هيجي يساعدهم، وبيربط ايديها بالسلك وبيغمى عليها من التعب. وفي الوقت ده بتقع ميج في المية وبينزل كودي وراها علشان يقتلها، وبتقدر انها تقتله وتخلص عليه. ولما بتطلع بيشوفها جيمي وبيطلع يجري وراها، وبيقدر انه كمان يمسكها وبياخدها معاه للمكان اللي فيه لانا. ولما بتشوفها بتجري عليها وتطمن عليها، وبيعرفهم ان في طريقة تعذيب جديدة، وهي كبسولة فيها مادة مسممة وبيحطها في بق لانا وبيقفل بقها وبيربطها كده، وبياخد ميج معاه علشان توريه مكان الفلوس. وبتحاول لانا انها تنقذ نفسها، وبتقدر انها تفك ايديها من السلك وبتطلع من المخزن. وبيبقى جيمي زهق من اللعب ده وبيقرر يقتل ميج وخلاص. وبتلاقي لانا في المنتجع مسدس، وبيبقى جيمي خلاص هيقتل ميج، وبتتفاجئ ان جيمي راسه اتفجرت، وبيبقى بسبب ان لانا ضربت عليه نار. وبيقعدوا في البيت، وبتبقى ميج مش مصدقة اللي حصل وان باباها مات وكمان الاشخاص اللي قتلوهم. وبتعرفها لانا ان ده مش ذنبهم، وكمان ما تلومش باباها لانه كان بيحاول يرجع عن اللي هو فيه. ولما بيجهزوا علشان يمشوا بتشوف ميج العصفورة اللي كان سايبها باباها، وكمان جواب مكتوب فيه رقم 11، وبتقول ان ده لغز سايبه لها. ولما بتروح للعربية اللي عليها رقم 11 وبيفتحوها بيلاقوا شنطة فلوس فيها 2 مليون دولار، وبيفرحوا جدا. وبعد مرور سنة بتبقى ميج في حفلة راس السنة في بيتها بتحتفل مع لانا وبتعلن علاقتهم، وبيبقوا فرحانين جدا. ولهنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيديو ياريت تدعمنا بلايك واشتراك للقناة علشان يوصلك كل جديد، وتعرفونا تحت في التعليقات ايه المسلسلات والافلام اللي حابين اننا نلخصها. اشوفكم في الفيديوهات اللي جاية. سلام.